سؤال حلقتنا النهارده، هل ممكن اترفض في المطار رغم ان معايا تأشيرة سليمة؟ والإجابة للأسف أيوه ممكن يحصل، وده اسمه في القانون رفض الدخول عند الحدود أو border refusal. خليني أشرح لك ليه ممكن يحصل كده وإزاي تتفادى الموقف ده تماما. أول حاجة لازم تعرفها إن الفيزا مش تصريح نهائي للدخول، ولكن هي إذن مسبق إنك تروح للجوازات وتقابل الضابط في الدولة اللي أنت رايحها، ولكن القرار النهائي للدخول بيكون في إيد الضابط نفسه في المطار عند الدخول. يعني ممكن تكون تأشيرتك مظبوطة 100%، ولكن لو شك في سبب دخولك يقدر يمنعك من الدخول. طيب ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي الضابط يرفضني؟ رقم واحد واهم حاجه هي ان يكون مفيش معاك حجوزات واضحه، زي مثلا حجز فنادق او حجز تيكت رجوع للطيران، او حتى ما يكونش معاك خط سير واضح للرحله بتاعتك. رقم اتنين ان يلاحظ حاجات غير منطقيه في الكلام اللي انت بتقوله، زي مثلا انك تقول له انك جاي سياحه ولكن مفيش معاك اي جدول او برنامج سياحي منسق للاماكن اللي انت هتزورها، ولا حتى انك تعرف اي معلومه عن المدينه. رقم 3 ان يكون الاوراق اللي معاك فيها مستندات متضاربه، زي مثلا ان يكون معاك تاشيره فرنسا ولكن انت داخل من اسبانيا ومفيش اي دليل انك هتزور فرنسا. رقم 4 ان الضابط يشك ان انت داخل تشتغل او ان انت ناوي بشكل عام تقعد في البلد، خصوصا لو معاك شنط كتير او ان مثلا الفلوس اللي معاك تكون قليله جدا. فهيكون مش منطقي انك داخل البلد وداخل تزورها سياحه والفلوس اللي معاك قليله جدا على مثلا البرنامج السياحي اللي هتعمله او المزارات اللي هتحتاج انك تعملها. طيب تعمل ايه علشان تحمي نفسك؟ خليك دايما جاهز بالاوراق اللي هقول لك عليها: حجز فندق مؤكد او دعوه رسميه، تذاكر الرجوع لبلدك مره ثانيه، تامين السفر، كشف حساب بنكي. ورقم 5 هو انك تكون مجهز جدول للرحله حتى لو بسيط. في حاجات تانية طبعا تقدر انك تعملها، زي انك ترد على الضابط بمنتهى الهدوء وتكون موضح هدفك من الرحله، وما تجيبش سيره انك مش ناوي تشتغل او انك مش ناوي تقعد مده طويله. اتكلم في رحلتك وانك ازاي هتمشيها وازاي هتحاول تتبسط في الوقت اللي هتكون موجود فيه. الخلاصه ممكن تترفض في المطار، بس لو اوراقك واضحه ونيتك صافيه ومجهز نفسك كويس جدا فرصتك في الدخول عاليه جدا. وطبعا منفيس تقدر تساعدك في انك تجهز كل حاجه وهتكون معاك قبل سفرك خطوه بخطوه. تابعنا كل يوم في سين وجيم مع منفيس، وسافر دايما وانت مطمن. سلام.